اهلا بيكم. ده ايه بقى موضوع عبد ربه؟ عبد ربه ده انا بقول وبجيب لكم اللي بيجري في ساحات القضاء والمحاكم، بقول لكم على المصايب عشان تتلاشوه، تقفوا عند الاسباب وتشخصوا الدواء للداء قبل ما نضيع كلنا. عبد ربه ده هتشوفوه شاب فارع، ولد صحة وشباب وقوة وشيك وأنيق، شغلته شيف، يعني بيقطع لحمة. بس المرة دي عبد ربه بدل ما يقطع لحمة قطع لحم البشر، قطع 5 سيدات بعد أن عاشرهن زنا وواقعهن قتلهن. العجيب إن عبد ربه اللي انتوا هتشوفوه ده في الفيديو بعد شوية، المباحث قبضوا عليه لما قتل مراته. القضية هتسري عادي، زوج قتل زوج، زوج قتل زوج. يقوم ايه على رأي اهالينا بقى في الارياف عبد ربه بقى يقول لهم لا انتوا قاضين عليا عشان قاتل زوجتي بس. قالوا له امال ايه يا عبد ربه؟ قال لهم لا ده انا قاتل 4 غيرها، ده انا قاتل 5. ولما هيقف قدام القاضي زي ما تشوفوه هيقول له يا سياده القاضي انا معترف على نفسي، انا مقر، المباحث جايبيني والحكومه جايباني ان انا قاتل 1، فانا قلت لهم انا قاتل 5. انا لا عايز محامي ولا عايز دفاع، اديني العقوبه. ده عبد ربه اللي هنشوفه دلوقتي في الفيديو في احدى المحافظات الجمهوريه، محافظه الغربيه، محافظه معظمها ناس طيبين، بس للاسف صوابع ايديك مش زي بعضيها. هنشوف عبد ربه ونشوفه بيكلم القاضي وهيئه المحكمه ونرجع لكم تاني. دفاع عنك معترف ماشي، حتى لو معترف برضه يا عبد ربه انت نزلت تستدي ليه؟ انا معترف، ما ينفعش ان انا اتكلم. انت قلت انك انت بترتكب الجرائم دي علشان شفت والدتك في وضع مخيف، يعني مش ده اللي انت عايز تقوله؟ ايوه. طب في غير كده؟ مفيش. طب وده يجعلك انك انت ترتكب هذه الجرائم بتقطيع الستات دي بعد العلاقه غير مشروعه اللي ده موكل الامر لله، هو بعد عن ديننا، هو شطار. انا موكل امر لله وانا مش عايز محامي، انا معترف. الحكومه لما كانت جايباني في واحده، انا المعترف عن الباقي. انا اعترفت عن الباقي كله، عن 5 مش 4 كده. عبد ربه ده جمع بين القتل والزنا والمعاشرة الحرام والقذف. هتقولوا يعني ايه قذف؟ الكارثة الكبرى ان عبد ربه قال للقاضي وقال لهيئة المحكمة وقال للمحقق انا عملت ده كله وعاشرت 5 بالحرام وقتلتهم عشان شفت امي في منظر مخل مع عمي. شوفوا الكارثة يا اخوة يا اخوات، شوفوا الكارثة. الرجل لم يكتفي فقط بالقتل والزنا، انما ضم الى القتل والزنا ان قذف، وقذف من قذف امه، فاحدث عارا وشنارا لامه وعائلته. ونسال الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهدايه وصلاح البال وحسن المآل.